السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض غدا سهل وسريع جدا وفي نفس الوقت بيكون تحفة. هنعمل صينية بطاطس بالفراخ جنب شوية رز بالشعرية مفلفلين زي ما انتوا شايفين كده. البطاطس هتطلع معاكي دايبة ومستوية جدا زي ما انتوا شايفين. انا هنا كده هرسها بالمعلقة كده علشان اعرفكم قد ايه هي بتكون مستوية. هي ماسكة نفسها وفي نفس الوقت دايبة. غدا تقليدي جدا واقتصادي وفي نفس الوقت بيكون تحفة. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف الوصفة بتاعتنا. التركية بقى هنا علشان صينية البطاطس يطلع طعمها مميز وغير اي صينية بطاطس دقتيها قبل كده. هتجيب الاول البصلة بتاعتنا مقطعاها شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه او قطعيها التقطيع اللي انت عايزاها، بس التقطيع دي بيكون شكلها افضل شوية. وهنا بقى التركية معلقة فلفل اسمر صغيرة كده مع رشة ملح، وتبتدي ان انت تدعكي البصل كويس جدا بايدك كده. التركية دي بقى بتنقل صينية البطاطس في حتة تانية خالص. هديها بقى رشة زيت كده وهبتدي ان انا اولع النار. هديها تشويحة، انا مش هعملها ني في ني، يعني هي حاجة وسط كده. هبتدي بقى ان انا كده اديها تشويحة مع قرنين فلفل متقطعين بالشكل اللي انتوا شايفينه، وابتدي اقلبهم كده مع بعض. وهنزل بالبطاطس كمان وبفصين توم مهروسين، وابتدي ان انا اديهم كده تشويحة بقى كل المكونات بتاعتي كده مع بعض على النار. هنقلب كده. اول ما تشم ريحة التوم، احنا مش بنحمر التوم، اول ما تشم كده الروايح كده طلعت عليكي كده بتاعه البصله مع الفلفل مع التومه، هننزل بالبطاطس ونديها تشويحه كده مع باقي المكونات، تاخد زي صدمه كده. شايفين التقطيعه بتاعه البطاطس دي كمان بتدي شكل حلو ومميز جدا للصينيه بتاعتك. في بقى جزر، بس انا ما كانش متوفر عندي جزر. لو متوفر جزر بقى وقطعتيه كمان معاه بتكون تحفه، تدي تسكيرة كده للصينية بتاعة البطاطس، والألوان كمان بتكون شكلها يفتح النفس. في نفس الوقت انت بتعلي من القيمة الغذائية بتاعة الصينية بتاعتك أو الوصفة بتاعتك. هديهم بقى تشويحة مع بعض، وهبتدي ان انا انزل بالطماطم بتاعتي ضربها في الخلاط ومصفياها. الصينية دي كده واخدة نص كيلو من البطاطس، او الكمية اللي انتوا شايفينها دي كده نص كيلو من البطاطس، مع 4 بصلات كبار متقطعين بالشكل اللي انتوا شايفينه، مع 4 قرون من الفلفل حامي او بارد على حسب الاختيار. هبتدي بقى انزل كده بعد ما تشوحوا مع بعض كده. هنزل بنص كيلو من الطماطم مضروبين في الخلاط ومتصفيين. انا هنا كده صينيه البطاطس ما ضفتش عليها اي بهارات زي ما انتم شايفين. هضيف بس رشه فلفل، رشه كمون، والفلفل احنا كده كده ضايفينه مع البصل فمش هنزود. البهارات الكتيره بتضيع طعم الاكل، وما بتحسيش، يعني بتحسي ان الاكل كله طعم واحد، الاكل كله شبه بعضه. فكل وصفه كده او كل اكله بيكون ليها البهارات بتاعتها وما تكتريش. هديهم تقليبه كمان كده، وابتدي انزل زي ما قلنا بالطماطم بتاعتي المضروبه في الخلاط ومتصفيه، وعليها رشه من السكر. كده بقى خلاص هضيفها، هسيبها على جنب او هنقلها على عين تانية، ونبدأ نعمل الرز بالشعرية بتاعنا. عقبال ما يستوي تكون صينية البطاطس بقت جاهزة. هجيب كده الحلة اللي بتعملي فيها وهتضيفي معلقتين من الزيت مع معلقة زبدة او سمنة، وابتدي ان انا انزل بالشعرية. الشعرية لما بتبقى كتيرة شوية في الرز بتكون طعمه احلى كتير. انا هنا ضايفة نص كيلو من الشعرية مع كيلو من الرز. هنزل بالشعرية بتاعتي وايدي فيها على طول اقلبها كده، ما سيبهاش علشان تطلع كلها لون واحد.
افضل بقى اقلب فيها كده لحد ما تحمر معايا وتديني اللون الذهبي الجميل اللي هتشوفوه. ان اللون بتاعها ذهبي وجميل جدا ازاي. الرغوه دي بقى بتاعت السمنه البلدي، لان انا معلقه السمنه اللي ضفتها كانت سمنه بلدي، تدي ريحه بقى وطعم للرز مش طبيعي. هبتدي بقى ان انا كده اضيف الرز بتاعي. شايفين اللون بتاع الشعريه؟ ولا هي فاتحه ولا هي غامقه، بتكون عاطيه للرز شكل مش لطيف. اللون ده كده مظبوط جدا. شايفين اللون ذهبي وحلو ازاي؟ هبتدي بقى ان أنا ادي للرز تشويحه كده على النار عشان يطلع معاكي مفلفل. تفضلي تقلبي فيه كده شويه، وهبتدي ننزل بالشوربه بتاعتنا. شايفين الشوربه بتاعت الفراخ لونها حلو ازاي؟ هبقى اسلق الفراخ معاكم مره في فيديو ووريكم طريقتي في السلق بتاعتها. ضفت كده الشوربه بتاعتي، وابتديت ان انا كده ظبطت الملح بتاعي، وهغطيها بقى. اول ما تبتدي ان هي تغلي كده والرز يتشرب ههدي النار شمعة علشان يستوي براحته. دي صينيه البطاطس اتسبكت زي ما انتوا شايفين كده. هضيف لها بقى كبشتين من الشوربه علشان البطاطس بتاعتي تستوي. وابتدي ان انا بقى في الخطوه دي اظبط الملح بتاعي، وهضيف. احنا ضفنا معلقه شطه مع بعض ولا لسه؟ هضيف بقى معلقه صغيره كده من الشطه، اختياري حسب الرغبه زي ما انتوا شايفين كده. وقلنا نظبط الملح. وهبتدي بقى ان انا اضيف الفراخ بتاعتي. الفراخ هنا في الوصفه معايا مسلوقه، مش لسه هتستوي. هضيفها بقى كده في الصينيه، وابتدي ان انا اغطي الوش بتاعها كده من الصلصه بتاعه صينيه البطاطس. وهدخلها بقى الفرن. البطاطس كده تاخد سواها كامل، والفراخ كمان تتحمر، وهتطلع بالشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا اخر الفيديو. ده كده بيكون الشكل بتاعها. هنبتدي بقى ندخلها الفرن. زي ما قلنا البطاطس هتكمل السوا بتاعها، والفراخ هتاخد تحميرة كده من على الوش، وطلعت بالشكل الجميل. شايفين شكلها يفتح النفس ازاي؟ جربوها على طريقتي وهتعجبكم جدا بإذن الله. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.